مدرسة السينما، استوديو مصر، هوليود الشرق. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن دور محمد بيومي في تأسيس استوديو مصر، واتكلمنا لحد ما استقال سنة 26. شركة مصر للتمثيل ما توقفتش بعد ما سابها محمد بيومي. سنة 27 انتجت فيلم قصير عن جنينة الحيوانات، اخرجه محمد كريم وصوره حسن مراد. في الوقت ده كانت عزيزة امير السينما المصرية انتجت فيلمها الطويل الاول فيلم ليلى حلقة 12، وكانت اول منتجة سينمائية مصرية. طلعت حرب ابدأ اعجابه بيها وشجعها، ووقف معاها في المشاكل اللي واجهتها وقال لها: لقد حققت يا سيدتي ما لم يستطيع الرجال تحقيقه. كان طلعت حرب محدد المجال اللي هتشتغل فيه الشركة، وهو انتاج الافلام القصيرة الاخبارية والتسجيلية. لما جت سنة 32 كان اغلب شركات الانتاج السينمائي بتعتمد على العاملين في شركة مصر للتمثيل والسينما، تصوير، تحميض، طبع، عرض في السينمات. منهم المصور الفرنسي جاستون مادري، والمصور محمد عبد العظيم اللي درس التصوير في المانيا واتدرب في استوديوهات ميونخ ورجع على الشركة. حسن مراد سافر النمسا يدرس تصوير، وبعدها راح برلين اكتسب خبرة عملية ورجع على الشركة. حتى محمد كريم المخرج كان من ضمن العاملين في الشركة في مجال الإخراج. سنة 33 قررت الشركة انها تشتغل في الافلام الروائية الطويلة الناطقة، بدل ما كانوا بيطلعوا يصوروها في فرنسا وفي برلين عشان الالات الناطقة. بنوا استوديو كامل، وكانت اول مهمة لمدير الشركة وقتها اللي كان اصلا مدير شركة اسطوانات اوديون انه يسافر باريس هو ومجموعة من الخبراء يفحصوا الات توبيس للافلام الناطقة قبل ما تتشحن لمصر، عشان تبقى جزء من الاستوديو الجديد اللي هتتصور فيه الافلام الناطقة. وفي نفس السنة الشركة قررت تبعت شباب موثوق في كفاءتهم في بعثات للخارج عشان تتخصص في كل ما يخص السينما. وفعلا أول بعثة سافرت كان فيها المخرج أحمد بدرخان وموريس كساب، والمصور محمد عبد العظيم وحسن مراد. ده غير إن طلعت حرب اتفق مع 3 مصريين كانوا أصلا بيدرسوا سينما في ألمانيا على حسابهم إنهم يشتغلوا في الاستوديو بعد ما يرجعوا مصر. منهم المخرج نيازي مصطفى، وفي مجال المناظر كان ولي الدين سامح، وفي الصوت كان مصطفى والي. 1934 بدأ المهندسين في وضع أساس استوديو سينمائي كبير تابع لشركة مصر للتمثيل والسينما. اتفقوا مع مجموعة خبراء أجانب يشتغلوا في الاستوديو، مخرج ألماني، مصور روسي، مهندس مناظر وأخصائي مكياج. جابوا من ألمانيا رئيسة قسم المونتاج في شركة أوفا تبقى رئيسة القسم في الاستوديو، وبدأ تصوير أول فيلم روائي ناطق لكوكب الشرق أم كلثوم، في أول عمل ليها في السينما فيلم وداد في أغسطس 35. وتم افتتاح الاستوديو رسمي في اكتوبر 1935. استوديو مصر صرح شامخ، وكان نقلة ومرحلة جديدة في صناعة السينما في مصر. استوديو مصر اللي اتصور فيه اكبر واعظم الافلام في تاريخ السينما المصرية. وبرضه ما ننساش فضل رائد السينما الاول محمد بيومي، بدأ بفكرة انتهت باكبر استوديو سينمائي في الشرق الاوسط. تابعونا.